عملها النادي الاهلي يا جماعه خلاص وتمت بنجاح. النادي الاهلي كان قبل ما يبدا مباراه القمه او قبل ما يدخل فيها اساسا قال لك انا مش لاعب بحكام مصريين، سكه ودق بالمصري كده، لو جبت لي حكام مصريين هنسحب. عملوا ايه بقى النادي الاهلي يا معلم؟ طبعا بقراره جاب حكم اسباني اسمه الخندور مونيز رويز، حكم لمباراه الاهلي والزمالك مباراه القمه القادمه. طيب الناس بقى اللي بتزعل بتقول الاهلي ماسك الاهلي ماسك الاهلي ماسك انه يجيب حكم اجنبي وفي النهايه ممكن نتغلب، مش مشكله، بس لما يتحسب لنادي الزمالك ضربه جزاء يبقى ضربه جزاء، ما نفضلش بقى نبص على الفار ونعمل لك كده ونخطط هو الحكم عينيه شايفه ضربه الجزاء، يبقى ضربه جزاء صحيحه. لما يتحسب ضربه جزاء للنادي الاهلي ما نفضلش بقى نزعق ونعمل وروح بص احنا مش فاهمينه اساسا ده اسباني، لا يبقى ضربه جزاء صحيحه. لما يتحسب حاله طرد الحكم شافها بعينيه يبقى حاله طرد صحيحه. الحكام المصريين عندنا بيعملوا كده وبيعملوا افضل من كده كمان، ولكن في مباراة القمة هو الأفضل ما يكونش واحد مصري، يكون واحد من بره يحكم بين الاثنين، واحد حكم محترم فاهم وعارف هو بيعمل ايه. وبالفعل اتحاد الكوره جاب حكم اسباني، حكم راجل انت لو دخلت بحثت عليه حاجه الله اكبر، هيحكم بين الكينجين دول الاهلي والزمالك. صدقوا بالله بيننا وبين بعض بقى، سيبك بقى من الحكم، انا قلقان من المباراه دي. طيب انا اليوم ده هعمل ايه؟ انت كمشاهد هتخلص الماتش بتاعك وهتفضل بقى لو اهلاوي هتفرح وتزيط وهرمون السعاده يضرب في السماء معاك اكنك واكل حله جمبري. طيب انا كصانع محتوى قول لي هعمل ايه؟ يبقى لسه بسمع الماتش، الشاشه عندي بايظه اساسا على الموبايل وبسمع وفي اخر لحظه هدف النهائي الاهلي والزمالك، مبروك الزمالك او الاهلي اي كان. طب انا هعمل ايه بقى؟ انا عاوز نصيحتكم في التعليقات يا جماعه، اليوم اللي زي ده انصحوني اعمل ايه؟ المباراه خلصت وعاوز اطلع اعمل فيديو، وعاوز ابقى محايد على اعلى مستوى بين الملكي والكينج ده، الاثنين دول. انا بسالكم ليه؟ الناس اللي متابعاني وبتعملوا لايكات جزاكم الله خيرا، انتوا بتدعموني، مع الوقت هوصل، فعشان كده انا بستشيركم. انا ما عنديش حد استشيره، انا قاعد في الاوضه مع نفسي، صحابي ما عنديش صحاب، كله لغيته، كان عندي 20,000 صاحب كلهم مسحتهم، ما عادش عندي اي اصحاب. اخلص الفيديو اقلع التيشيرت البس التيشيرت التاني اقعد على السرير افضل افر محتوايا. الناس اللي متابعاني هي دي اصحاب، فقولوا لي الماتش ده اجهز له ازاي؟ ايه اللي انا يعني لو الاهلي فاز عنوان الفيديوهات تبقى عامله ازاي؟ اتكلم اعمل كام فيديو في اليوم ده؟ هل فيديوهين؟ هل 3؟ ولو الزمالك فاز فقولوا لي، انا عاوز نصايحكم. انا بقول لكم انتم لان انتم اخواتي اللي متابعنا وبيشوفنا، حتى اللي بيكتب تعليقات سلبيه ربما يمكن ملامح وش بارده يا اخي، يمكن انا بقول كلام يضايق والله اعلم، فانا مش مسامحه كده عشان بس يعني ايه. فاكتبوا لنا يا جماعه في التعليقات. اشوفكم فيديو جديد، ما تنساش اللايك كده ما حدش بيعمل لايك، انا مش مكمل بقى اللايك.